ازداد اللاعب الدولي صاحب الموهبة والرشاقة والأناقة الأخضر بلومي في يوم 29 ديسمبر من سنة 1958. ترعرع بين أحضان أبويه وأخويه بعائلة متوسطة، مزاولا دراسته بأطوار التعليم الابتدائي والمتوسط وسنة واحدة من التعليم الثانوي، حتى جلبته الكرة المستديرة بصفة نهائية، بما لديها من جاذبية فذة ناحية هذا الشاب الذي كان منذ طفولته ميالا لها، سواء في المدرسة أو بالساحات العمومية والشوارع مع رفاقه من سنة 1968، حيث كان يخصص أكبر وقته في تنظيم اللقاءات والمباريات مع زملائه بملعب الشعب الحمراء كما يسميه جميع الشبان الذين مروا بهذا المكان. وهكذا مالت مواهبه إليها فحبها، وغادر المدرسة رغم ذكائه الفائق وسلوكه الحسن واكتسابه لنتائج في مستوى طموحه، وكثيرا ما كان من أبرز وألمع التلاميذ، إلا أن الكرة أبت إلا أن تستقطب اهتمامه، فأعطاها بدوره كل ما يملك من وقته الغالي، حتى أصبحت إحدى مكوناته العضوية. البداية تاعي كصغير يعني في سنة 68 69 كنت في السنة عندي 8 سنين أو 7. يعني كنت نجي من المدرسة نخلي المحفظة تاعي هنايا بشوية، يعني مع الأصدقاء تاع الحومة تاع المدرسة كنا يعني نلعبوا كل العشوة ولا خطرة في كل أيام يعني. وكثف بلومي جهوده مع زملائه في الشارع والمدرسة، وأبى إلا أن يعانق الكرة رغم حرص أبيه على أن يبتعد عنها، لكنه فضلها ففضلته. هذاك الباغي اللي نبغي باغي يقرا، وليت نخسر له البلوطه هذه والغداتي هذا هما. من بعد هذاك الشيء كنت سيدي يا ولدي ما شغلش في الطعام، وليت نقعد له نصيبه غير روحه هو والحيط نزار في هذيك البلوطه. واه شويه شويه قاعد يكبر شويه ولا يدو خوته ويلعب معاه يدو يلعب معاه. هذا الوليد هو في صغره بوه يشري له انا نشري له البلوطه وهو يشركها له. بوه باغي له القرايه وانا باغيه له البلوطه. منين نبدا القرايه ما يشورش، يقعد غير يلعب ما يشورش حتى الليل. انا كاستاذ في الرياضيات الشيء اللي نقول عليه الشيء اللي لاحظته هو انه تلميذ كانت عنده امكانيات ذهنيه معتبره، كان يفهم، كان يعمل، كانت عنده اخلاق مليحه. وفي رايي ان بلومي لو كان واصل الدراسه نتاعه ولو كان يهتم بالدراسه نتاعه بصفه متواصله، انا يظهر لي باللي كان ينجح في الدراسه نتاعه كما ينجح في كره القدم. ونتذكر واحد المره انا قلت للبلومي الجمله نتذكر عليها، قلت له انت عندك طريقتين، تخير اما كره القدم اما الدراسه. وانا نظن باللي هو اختار كره القدم. وعندي واحد المقارنه انا بزاف ندير نقارنه مع شاب واحد اخر اللي كان ذكي كيفه، حتى هو كان يهتم بكره القدم، وهو بالعوني حميد. يبانوا لي تشابهوا بزاف من حيث الذكاء من حيث السلوك نتاعهم، الا ان بالعوني يظهر لي انه فضل الدراسات نتاعه. ويمكنني اني شاك نصر من الله، ماشي به دربه وحده، اني شاك انا نصر من الله تعالى. اللي تشوفيه يلعب مثلا في الكره في التلفزيون واش تحسي؟ نفرح. وين هذا التيلي ونقول لها دخليه بدا تبكي وتقرر ولا الحكم يقول ضرب المرمى في الحرف
نتمنى له بالشعل الذهب إن شاء الله. أنا نتمنى له القريب زينة يكون مليح وهدرته وافية، الوجه أحمر والريحة زينة، بيه بخاوته إن شاء الله تو جماعته قاعد اللي يجمعوا وياه. والله يقعد هو أصحابه قاع اللي في تراب الجزائر من الحدود للحدود. والأخضر بلومي في الحقيقة غني عن كل تعريف، فهواة الكرة المستديرة سبق لهم أن تعرفوا عنه في أكثر من مناسبة، وكانت بدايته الرياضية بمدينة معسكر ضمن فريق أولمبي سمباك المدينة وغالية معسكر وفريق الخميس، وذلك مع مستهل سنة 73، السنة التي كان فيها أكثر حيوية وفعالية، موهوبا ومدهشا لمدربه السيد الصادق لاغا الذي اختطفه من الشارع فاسحا له مجال الممارسة والتألق. هذا الشاب هذا كي جاء عندي في 73 جاء في الفرقة اللي كنت ندرب فيها، يعني الشركة نتاع السمباك. نريد على بالك كي نبدا نسيليكسيوني في لي جون، كان هو من فضل هذو الولاد اللي يعني في المنتدى بان سيليكسيونيهم، كان هو اللي حسيت وشفتو اللي كانوا عنده فنيات اللي كان يوصل بهم بعيد. دخلتو ليكيب بريمير ودار بدون فنيات كبار. في هذيك الحال إنسان كان يخصني سافو، يعني إنسان معلم نتاع ليكيب كيقولوا العرب هكذا، حتى عشا هو المعلم نتاع ليكيب في السيرفو tellement يعني était doué d'une clairvoyance et d'une technique يعني لبس بها. إن شاء الله بحول الله في كي وصلوا للمونديال هذا نبغي نطلب يكون يعني واحد من اللعابة الكبار نتاع المونديال هذا، وعنده فنيات، عنده دي كاليتي يعني باه يوصل، نعرف باللي يوصل هذا الموصل هذا، ونتمنى النجاح بزاف للفرقة ديالنا الوطنية معاه. وهكذا فإن الشاب اللومي وهو في مقتبل العمر يظهر رشيق البنية، يلعب بذكاء فائق، استطاع أن يصنع سمعته وشهرته رغم الصعوبات التي كان يعاني منها في المقابلات. والأخضر بلومي يعترف لكل المدربين الذين ساهموا من بعيد أو قريب في تزويده بما كان يحتاجه من توجيهات وإرشادات فنية سمحت له أن يكون منذ بداية مغامرته الرياضية في مستوى طموحه. يعني هي البداية تاعي في كرة القدم، أول فريق اللي بديت فيه هو أولمبي سمباك في مدينة معسكر، وبفضل يعني التوجيهات تاع الشيخ صادق المدرب اللي تكلمت عليه تاع فريق أولمبي سمباك، يعني وصلت لهذه المرتبة هذه يعني لبس بها. وكذلك ما ننسوش يعني المدربين اللي جاوا من بعده الشيخ سعيد عمارة وبعد رشيد مخلوقي، الحمد لله أشكرهم كذلك.
هو الشاب اللومي كما أشرت صاحب خطة في منتهى الذكاء، حيث من أبرز مميزاته في طريقة اللعب أنه يتحرك في جميع الاتجاهات ويساهم دون أن يظهر عليه أي تعب في صنع الهجمات المضادة بتحركاته وتنقلاته الفنية المتعددة والملاحظة على طول المباراة. كما يتقن تمريراته الذكية والتي يختار لتنفيذها الموصل المناسب والمنطلق الملائم وحتى الوقت المواتي. ينجز برجليه لقطات كروية تفوق الروعة والجمال، غالبا ما تترك المتفرج متعجبا. كما يظهر دوره التنسيقي جليا ما بين خطي الهجوم والدفاع، لكن ذلك لا يمنعه بإمكانياته وفنياته من المشاركة مع رفاقه في الهجمات، وكثيرا ما كان التهديف بواسطته شخصيا. مدرب كما قلت لاغا السابق دار فيها ثقة وكان يلعبني مع الأكابر. يعني كانت لي يعني التجربة يعني لباس بها، وكنت يعني الفريق الأولمبي سامبا كان في مرتبة يعني تاع الشرف ديفيزيون دونور. كنت أنا يعني الناس يعني كبار عطاوني نصائح باش نغير الفريق، مثل غالية معسكر اللي كانت في القسم الثاني، وهذا ما كانش يسمح لي الرابطة قانون تاع الرياضي خصني نغير الرابطة. حقا لاني مشيت انا وبلومي للخميس مليانه، لاخاطش كان القانون في ذاك الوقت ما يساعدش باش لاعب يطلع من لا ديفيزيون دونور يطلع الفوق لا ليسونس ما كانش كاينه، كان لازم عليه يبدل لا ليغ. بهذا الشيء عندنا ناس حبار في الخميس مليانه وديناه فما، قعد نلعب عام 76 77، ومن بعد كي كملت لا سيزون ولعنا. هذا هو الاتفاق اللي كنا متفقين عليه من الاول. عندما غادرت فريق خميس مليانة سنة يعني نهاية سنة 77، يعني كنت فاني في منتخب الأشبال. بدأت سنة 77 أول 77 مع غالية معسكر، تدربت معهم يعني، ودائما في منتخب الأشبال. سنة يعني في وسط السنة جبت ثاني قانون قال لك ما يسمحلناش نعيطوا اللاعب يلعب في الفريق الوطني تاع الأكابر، يلعب في القسم الأول، وغالية معسكر كان في القسم الثاني. هذا فات يعني بعد سنة